حرم وجوهكم عن النار يا رب العالمين، وأسأله أن يبلغكم رمضان وأن يجعلكم فيه من عتقائه من النيران. واللهم ارحم كل نفس ما أدركت رمضان، واشف كل مريض يا رحمن، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واجعلنا في ذاك الشهر من الفائزين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يا رب يكبر بخاطر كل واحد ويتقبل صومكم يا رب ويتقبل أعمالكم. ربنا يا رب يفرحكم ويسعدكم. النهاردة هنعمل روتين كده جميل كده، حاجة كده. يعني هو بصراحة هو مش روتين جميل، هو هدى وتعب وكل حاجة. يلا بينا، شايفين البطل اللي قدامنا ده؟ يلا بينا هنعمله. بس قبل ما نروح ما تنسوش الصلاة على النبي، ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأعمال بالنيات، وكل واحد هو ونيته هو وأعماله، وربنا إن شاء الله يتقبل منكم. يلا كده نقول بسم الله. هنبدأ بقى كده نقطع الكرنباية الأول. كده بقطع الراس بتاعتها كده، والكرنباية بتاعتي كانت ما شاء الله كانت كبيرة، فكانت حلوة يعني مالية مركزها كده، وحاجة كده عليها القيمة. هو روتيننا ده روتين هدى. هو رمضان بيجي يقولك رمضان شهر كده الخير، وشهر البركة، وكل حاجة بتبقى فيها حلوة. فزي ما هو الخير برضو، فهو خير في كل حاجة. اول حاجه كده هنعمل الكرنبايه مع بعض، هسلقها. فبقطع لكم كده. طبعا الحاجات اللي جنبي دي انا ما بعرفش اشتغل، وحاجه جنبي كده زي ما انتم شايفين كده. ولو النهارده تصويرنا كده هيبقى سريعا سريعا، بس حبيت اوريكم كده يوم من يومنا في رمضان. شايفين ما شاء الله الكرنبايه عامله ازاي؟ يلا بقى كده هنروح على البوتاجاز. عندي حط حله فيها ميه، ده انا هنزل فيها اللحمه. وكمان حله كده صغنطوطه كده نسلق فيها الجزر، ده هعمله العصير ده، العشق ده عصير برتقال وجزر. والحله التانية فيها ميه بتغلي، حاطه فيها ملح وكمون. وهسقط فيها ورق الكرنب. هسلقه كده، هنسلقه. طبعا كلنا شطار وعارفين نعمل كل حاجه، كلنا ربات بيوت. بس احنا بنعمل الحاجات دي للجيل اللي لسه طالع، اللي لسه ما تعرفش تعمل اي حاجه. يعني بنعرفها واحدة واحدة، وهتتعلم مننا ان شاء الله. طبعا هتلاقي الورق هنا متقطع مني، مع متبهدل مني، فعادي مش مشكلة. روتيننا دوت روتين كده بصراحة. وعلى قد ما هو روتين كان جميل، بس على قد ما كان تعب تعب بجد. والواحد بقى صايم، فربنا يا رب يتقبل منكم كل اعمالكم يا رب. هنا بقى هنزل بقى بوريكم اللحمه. هنا هنزل بها في قلب الميه السخنه. الميه طبعا بتغلي، هننزل فيها اللحمه. وانا مش هشوحها دلوقتي. انا نظامي في اللحمه بعمل ايه؟ انا بحطها في ميه سخنه، باخد الريم بتاعها، بسلقها نص سلقه كده الاول في قلب الشوربه بتاعتها دي. وبعد كده بشوحها، بطلع اللحمه من قلب الشوربه، واحط الشوربه في جنب كده، واشوح بقى اللحمه. شايفين اللي بيطلع على الوش ده لازم نشيله، لان ده اللي بيغير طعم اللحمه وطلع طعم الشوربه، بتخلي لون الشوربه مش حلو. فلازم كل ما نلاقي طلع كده ريم كده على الوش، نجمعه في المعلقه ونشيله. طبعا لو معاكي حد بيساعدك يبقى يا سلام، يبقى ربنا بيحبك. لو مش معاكي يبقى معاك ربنا باذن الله. انا طبعا بناتي اللي في الدرس واللي مذاكرة، لان طبعا الامتحانات بتبقى بعد العيد ان شاء الله. ما فيش وقت ان هم طبعا، والترم ده كان صغير، ما فيش وقت ان هم يقفوا معايا. بيساعدوني، بس مش يعني ايه الحمل كله بيسيبوه عليا انا. وربنا يهدي بناتنا وبنات المسلمين اجمعين. هنا بقى هبتدي بقى دلوقتي. انا طبعا سايبه الكرنب بسلقه على النار، وفي الناحيه التانية بقى ابتديت بقى احضر بقى ايه حاجه الفطار. يعني ده بدات احضر العصير عشان احطه في قلب التلاجة. الجزر ببرتقان، وكلنا طبعا عارفين العصير ده بيبقى جميل ازاي في رمضان. فانا هنا سلقت سلقت الجزر، وحطيته في قلب الخلاط بتاعنا، ونزلت عليه بالبرتقال. والسكر بقى على حسب الرغبة. انا ما بزودش سكر في العصير، يعني عموما انا العصاير كلها ما بزودش فيه السكر. السكر ده على حسب رغبتك. يعني ده انا حاطه فيه معلقتين سكر. وفي تركية كده انا بعملها مع العصير. بحط فيها نطرة كده، شوية صغيرين من الفانيليا مع الجزر وهو بيتسلق، بيخلي العصير بجد طعمه خرافة. كده خلاص العصير هحطه في قلب التلاجة بقى يسقع. دلوقتي هنحضر الخشاف ده طبعا معشوق بتاع رمضان. سفرة رمضان ما بيخلاش من الخشاف.
ده قمر الدين. قمر الدين ده كان عندي في قلب التلاجة، مش بتاع السنة دي، بتاع السنة دي سايباه، بس هخلص القديم وبعد كده استعمل الجديد. هحطه على النار بس كده ياخد غلوة عشان يفك معايا ويلحق كده يدوم معايا. وعندي بقى القراصية، مشمشية، تين، تمر، اي حاجة بقى من بتاعة اليميش. وممكن على فكرة تزوديها كمان فاكهة، لو انت عندك فاكهة ممكن تحطها معاها فاكهة. هنا هقطع كده ال اليميش بتاع رمضان على حسب التقطيع اللي انت حباها. انا بحب بصراحة التقطيع تبقى صغيرة. هجيب بقى الدورق، احط فيه جزء من المية، وهحط فيه اليميش. طبعا بنغسله، الحاجات دي بنغسلها، انا غسلتها على الحوض وبعد كده جيت حطيتها في الدورق بتاع اليميش. واحط برضو معلقتين جوز كده ولا حاجة، او على حسب ما انت حابة جوز حط جوز، حط مكسرات، وحط الزبيب. انا الزبيب كنت نقعاه وغسلاه وقمت حطيته. وحطيت كده كان عندي شوية مكسرات برضو كده، جرشتهم وحطيتهم برضو معاهم، بيدولهم طعم جميل. السكر بقى برضو زي ما قلت لك على حسب رغبتك، يا تحطي سكر يا ما تحطيش. انا بصراحة برضو حطيت معلقة كده، او بحيث ان هو يكسر انتوا عارفين ان قمر الدين بيبقى حادق، يكسر الحدوقية بتاعة القمر الدين. كده بقى اليميش بقى جاهز، هاخده هحطه في قلب التلاجة واسيبه لوقت الفطار. زي ما قلت لكم ويا ريت يعني بلاش تحطوا سكر في يمش رمضان، لان كل حاجه تبقى فيها مسكره، فلا يبقى صعب سكر كتير. وخلي بالكم يعني احنا في رمضان بيبقى كله حلويات وعصاير وكده، فحاولوا ان انت ما تزوديش فيه سكر، لان السكر بصراحه يعني بيتعب. في ناس زي كل حياتهم سكر سكر، لا حاولي انت تقللي. انا بعمل حلويات وبعمل عصاير وبعمل كل حاجه وبنحب الحلويات، بس ببقى محدده كميه السكر. يعني مثلا لو هي هتاخد كوبايه سكر، لا انا بحط نص كوبايه سكر. دلوقتي بقى هنحضر بقى ايه، هنحضر للمحشي. التسبيكه بتاعه المحشي بصلتين كده حلوين كده، اخدلهم كده على النار او اخليهم كده لغايه بس ما يصفروا. عندي هنا تركايه بحب احطها قوي مع البصل، شويه خضره من بتاعه المحشي بحطها مع البصل، بتدي طعم وريحه حلوه جدا مع البصل. هنزل بعد كده بالصلصه. انا البصل ده انا عاملاه جزئين، جزء بحطه مع الصلصه، وجزء تاني بعمله مرتة كده واحطه مع الرز. ابهر بقى المحشي بالبهارات اللي انت حباها عندك. انا حطيت ملح، فلفل، كمون، شطة، رشة رشة كده من جوز الطيب، ورشة قولي معايا من الجنزبيل. وما تنسيش كمان معلقة كبيرة من السكر. معلقة السكر ده بتعادل الحموضة بتاعة الطماطم علشان ما تتعبش. وبصراحة كده في تركية كده انا عملتها مع المحشي بجد، يعني فعلا اللي بيعملوا الحاجة دي بيخلي المحشي ما يتعبش. اللي انا حطيت جوزي هو اللي قال لي حطي فيه فول مدشوش اسلقيه وحطي. فانا بصراحة بيخلي كده يعني ما بيخليش حمو كده على الصدر وما بيتعبش المعدة. فعملت كده، سلقت الفول المدشوش وحطيته مع بعد ما عملت التسبيكة وحطيته الرز. طبعا الفول المدشوش بيكون مهري خالص. دلوقتي بقى هندخل بقى على اللي بعد كده. هحضر الزبادي بتاعه السحور. انا عامله لكم فيديو لزبادي السحور وقايله لكم فيه التريكات، وهبقى انزله لكم ان شاء الله. مش عارفه مين اللي هينزل اول، اذا كان الفيديو ده ولا فيديو الزبادي، فنشوف بقى ونتابع مع بعض. ولو كنت وصلت معايا لغايه هنا ما تنسوش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ان ده حاجه بتحفزنا ان احنا نقدم لكم كل ما هو جديد في قلب المطبخ، وحاجات اقتصاديه كمان يعني غير مكلفه. هنا انا بحب اصفي الزبادي. هتقولي ايه الهبل بتاعك ده؟ لا هقول لكم احنا حاله خاصه كده. الزبادي بنصفيه بالمصفى، اللبن بنصفيه بالمصفى، يعني ربنا يهدي اولادنا. هبتدي بقى كده اخد بالكبشه كده واحط. فلقيتها بصراحه حاجه متعبه، قلت طب ولا ايه بقى وجع القلب ده، لا اما اجيب الدورق واصفي فيه مع بعض وكده، وعلى طول كده بالدورق كده في قلب الكوبايه، ما ياخدش وقت معايا. انما اما باخد بالكبشه كده شويه واحط لا واصفي واعمل، لا بياخد وقت وتعب. هنا خلاص حطيت الزبادي وهجيب بقى الميه بتاعه الزبادي واحطها واغطيها بقى واسيبها بقى لغايه ما تجمد.
لغايه بعد السحور، بعد السحور ايه، لغايه بعد التراويح ان شاء الله. هقول لكم بقى كام تركايه كده للزبادي. اول حاجه اللبن يبقى فاتر، تاني حاجه كميه اللبن تبقى متماشيه مع الزبديه اللي انت هتحطها، تالت حاجه الميه ما تبقاش سخنه، الميه تبقى ايه، دافيانه، تبقى حلوه كده ان تستحملي فيها ايدك. هتغطيها بقى وهتسيبها على جنب لغايه ما تلاقيها كده 3 4 ساعات مسكت معاك. الوقت خلاص بقى، انا حضرت بقى هنا تسبيكه المحشي وحطيت الرز بتاعها، وهبتدي الف المحشي وهرفعها على النار. شوفوا عايزين انهي وصفة من الوصفات اللي احنا هنقدمها دي مع بعض، وقولوا لي وانا اعملها لكم في فيديو مفصل لوحده. وطبعا انا عارفة ان احنا كلنا او كلكم ستات بيوت شاطرين وبتعملوا كل حاجة حلوة في قلب بيتكم. وزي ما قلت لكم ما تنسوش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. ولو كنت وصلت بقى معايا هنا بقى، ما تنسوش تصلي على الرسول وتقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانت كده برضو واقفة في قلب المطبخ سبحي ربنا واستغفري، وهتلاقي كل حاجة بصراحة بقت سهلة معاكي. في كمان كذا حاجة عملتهم في قلب اليوم ده برضو ما لحقتش ان انا اصورهم بصراحة، لان الوقت بيسرقنا والتصوير برضو بياخد وقت مننا، فما لحقتش اعملهم. هنا رفعت المحشي على النار، وحطيت بقى المقدار بتاع المية وتبلته، وده كده حلة تانية برضو عملتها ده اليوم تاني، يعني مش يعني انا عاملة حلة وحلة فالاتنين مع بعض. وهنا كنت عملت الكنافة، فالكنافة ده كنت عاملاها في الوقت الضايع، ده كنافة بالمهلبية وكنافة بالمكسرات، ده كنت عاملاهم بصراحة في الوقت الضايع خالص قبل الفطار كده ب5 دقايق، ودخلتهم الفرن واحنا بنفطر. احنا يعني مش من عشاق الحلويات اللي احنا نحطها على الفطار ونفطر بها الاول، لا ده بنحلي فيها في الاخر. شايفين ده الكنافه بالمكسرات. وكنت عملت برضو الجبنه برضو بتاعه السحور، فكان يوم حافل ومميز. ونهايه الفيديو لو هو عجبكم ما تنسوش من لايك وشير.